بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوفها يوم القيامة. طبعا انا لسه داخل يا جماعة للطيور. طبعا دول الروميتين يا جماعة مش بتاعتنا. طبعا في منهم رومية بيضة. طبعا هتقولوا لي قصة الرومي ده وده جاي امتى؟ هقول لكم دلوقتي يا جماعة. ده طبعا دي بيضة هندي يا جماعة، بيضة فرخة هندي بشرت وباضت. فطبعا دي بيضة الرومية. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنحطهم في الحصير بتاع اليوم. انا مخبى البيض واحدة. طبعا بسم الله ما شاء الله. ده بيض الرومي يا جماعة. الله اكبر. اعرفكم بقى حاجة يا جماعة. قصة الرومي دي. طبعا الرومية السودا دي يا جماعة بتاع صاحبي، جايبها عندي اسيبها مع الديك التركي، بس طبعا انا مش حاططها مع التركي. دي حاجة. الرومية دي يا جماعة التانية دي خالتي جابتها لي هدية. ان هي كانت مسافرة. تمام. وجت من السفر طبعا. ما جتليش ساعة يوم الافتتاح بتاع المحل. فبصراحة جابت لي الرومية دي وجابت لي فراخ مدبوحة. فبصراحة رحت مخلي الرومية، مرضتش اذبحها برضو، قلت لا اوقفها. واتفاجئت برضو ان عمرو صاحبي جاب له الرومية بتاعته. بسم الله ما شاء الله يعني بتبيض. بس اللي مبهدلها كده يا جماعة الديك بتاعنا الامريكي اللي هو عنده هناك. هبقى انزل لكم مقطع فيه الديك الامريكي ان شاء الله ده في الفيديو. هو كان عندي. بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يا رب يبارك له فيه ويرزقه خيرهم. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين الانتاج الرومي دي يا جماعه لسه على وش الشغل. طبعا كان كله بيقول لي قصه. في ناس اصحابي قالوا لي قصه. بس انا قلت لهم لا مش قصه، انا هسيبها زي ما هي كده. يعني ما بحبش اقص الرومي بالذات. فطبعا بقى جايب له معلفه بياض. طبعا جايب له معلفه بياض. اهي ده علفه بياض يا جماعه. تمام. طبعا بقى زي ما انتوا عارفين كنت انا بسيب هنا الكتاكيت الجميزه وكده. طبعا لا ما عنديش كتاكيت بقى دلوقتي جميزه يا جماعه الا الكتاكيت البلدي دي. هي الكتاكيت البلدي دي الموجوده خالص. تمام. هي والكتاكيت دي يا جماعه. بصوا انا هقول لكم احور الكتاكيت دي. كنت انا في السيد عاشا من قريب. تمام. وعجبني الكتاكيت دي فجبتها. فمش عارف بقى الكتاكيت دي اصلا نوعها ايه اصلا. فلسه بقى بنشوف اهو. ربنا يا رب يبارك فيهم ويرزقنا خيرهم يا رب. طبعا هنحطهم هي ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه الرومي التركي اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا حاطط له طبعا الرومي التركي يا جماعه بيبشر على البيض برضه بيبيض. فطبعا نخليه
طبعا الرومية طلعت. ادخلي. طبعا بقى يا جماعة، انا بقالي فترة ما بصورش ليه. زي ما انتوا شايفين البيت ده يا جماعة، تمام. البيت ده ماله؟ طبعا انا قريتلكم اهو. البيت ده يا جماعة بقاله فترة كبيرة اوي مقفول، تمام. فترة يعني كبيرة فعلا مقفول. فطبعا من قفلته جت فتح اول امبارح، ناس فتحته. فطبعا جيت طلعت على السطح، حسيت ان انا مخنوق. حاسس ان في ناس كتيرة اوي على السطح، زحمة الدنيا، مش عارف اتحرك، مش عارف اروح يمين، مش عارف اروح شمال خالص. فطبعا سألت كذا حد، محدش عارف يفسر لي ان انا الحوار ده ايه. بس حد واحد بس هو اللي فسرولي، وان شاء الله ما يكونش هو اللي قصدي عليه باذن الله، تمام. وطبعا زي ما انتم عارفين الجو رعد وبرق ومطر، وربنا يستر ان شاء الله. فادعوا لنا بقى يا جماعه بالبركه. طبعا الروميه دي بتاعتي يا جماعه، اللي هي السودا اللي هناك دي، عشان دي اللي جات لي هديه. طبعا انا ما عرفتش اصور يا جماعه ان انا كنت تعبان، وهي خالتي جت من السفر، ان هي كانت في الحج. فجت جابت لي الرومي ده، وجابت لي فراخ مدبوحه، وجابت لي كذا حاجه تانية. فطبعا هي الروميه بس اللي موجوده دلوقتي، والفراخ المدبوحه طبعا لسه في التلاجة، طبعا ما صورتهاش. لو اول ما نطلعها ونيجي نعملها ان شاء الله هبقى اصورها لكم واوريها لكم زي ما انتوا شايفين. ضلنا بقى بالبركه وخير يا رب. متنسوش بقى اللايك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.